ننتقل الآن إلى نادي الهلال الذي لعب له سامي الجابر في كل مشواره في الملاعب السعودية مع تجربة احترافية في إنجلترا، وأيضا دربه في الموسم الماضي. دعونا نتوقف مع أهم التغريدات التي تتحدث عن نادي الهلال السعودي الذي يلعب المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا. هنا عبد اللطيف الغنام نجم الهلال السعودي يكتب: كن إيجابيا لوحة رسمتها جماهير الهلال في تدريب البارحة، دائما شكرا لكم. الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي يضع صور من تدريبات الفريق يوم الأربعاء في تحضيراته لنهائي دوري أبطال آسيا في إياب النهائي في استاد الملك فهد. هنا تغريدات للكابتن سامي الجابر بعد المباراة النهائية، يقول: الحمد لله على كل حال، هدوء ضروري، الثقة مطلب، الفريق لعب وقدم أداء مميزا ولم يحالفه التوفيق، النهائي لم ينتهي، استقبلوا فريقكم بالدعم. سامي أيضا يكتب: من يرسل لي طلب الحضور للدرة أعلنت ذلك قبل مباراة الذهاب، الهلال لا يحتاج الدعم، نحن من نريد أن يدعمنا الهلال بالفرح. ثم أيضا يكتب سامي: أفراح أنصار سيدني ستنتهي بإذن الله بنهاية لقاء الإياب، فرح أسبوع وسنفرح ونحتفل بإذن الله بقية الموسم. سامي، تعليقك على هذه المباراة الأكثر حساسية في آخر 10 سنوات يمكن بالنسبة للهلال السعودي. إذا سمحت لي محمد، بس أنه القناة وأنت واحد ستكون متواجد في أرضية الملعب يوم السبت بمشيئة الله. أنا اعتذرت عن تحليل هذه المباراة حتى أكون واحد من المشجعين. جميل. لأنه فعلا إحساسي الكبير في موسم كامل بالنسبة لي كمدرب عانيت في الهلال، ولكن واثق بأنه هناك فريق، يعني عملنا فريق جدا على مستوى عالي. لما أتكلم عن لاعبين نادي الهلال أتكلم من ثقة كبيرة، من إحساس، من معرفة دق التفاصيل، أنه لاعبين نادي الهلال قدموا مباراة رائعة في سيدني، لم يكونوا موفقين، ولكن عليهم أيضا أن يعملوا أكثر فأكثر في مباراة الإياب. متأكد بإذن الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء اللاعبين متى ما ركزوا فقط داخل الميدان، ابتعدوا عن خارج الميدان، ما يدور خارج الميدان، ستكون النتيجة بإذن الله هلالية. في توقعاتي الشخصية أتوقع بأكثر من هدفين، قد تصل من 2 إلى 3. يمكن هذه هي الهفوة الوحيدة في المباراة اللي لم تكن للهلال هفوات كثيرة خلال مشواره. على العموم أتكلم عن الفريق عاشرته في 8 مباريات محمد في الشامبيونز ليج، 6 على مستوى المجموعات، وكانت فرق قوية. السد اللي لعب مع الهلال في الكوارتر فاينل في دور الثمانية، وفزت تعادلت هنا 2-2 في الدوحة، وفزت 5-0. أيضا لما تكلم فزنا كمدرب كنت وقتها. أيضا لعبنا مع الأهلي الإماراتي 2-2 في الرياض، وبدون 5 لاعبين من أهم اللاعبين اللي هم ناصر الشمراني وياسر القحطاني وتياغو نيفز وكاستيو، وأيضا يوسف السالم اللي أصابته بالنزل المعوية قبل المباراة، ومع ذلك كنا قريبين للفوز، تعادلنا 0-0 مع الأهلي الإماراتي. سبهان وفزنا عليه، خسرنا 1 وفزنا عليه في الرياض، وكانت مجموعة قوية. الذهاب والإياب من بندكور في الدوري 16، الذهاب للدور 8. لعب 8 مباريات لعبنا، فزنا في 5، تعادلنا في 2، خسرت 1. أعرف إمكانيات هؤلاء اللاعبين شخصيا، ووصل هذه الرسالة. أتمنى في هذا البرنامج جمهورنا معك يا محمد أنه الرسالة فقط إلى هذا اللاعبين كصديق، كأخ كبير، أنه قادرين على تحقيق هذا الانتصار بكل ما تحمل الكلمة بمعناها إن شاء الله. سامي في حديثك عن مشوارك التدريبي مع الهلال في دوري أبطال آسيا، كثير من انتقادات وصلتك، وأكيد قرأت وسمعت ذلك في حساباتك الشخصية في الصحف، أن سامي يحاول أن ينسب لنفسه جزء من هذا الإنجاز. لكن سامي جزء من هذا الإنجاز. نصف المشوار الأول سامي كان مدرب، كثير من المباريات الصعبة اللي تفضلت فيها سامي كان مدرب مع الفريق، سامي تحمل الضغط، سامي كان سبب في تواجد كل تقريبا الأسماء بما فيها من محترفين، وبالتالي سامي دور رئيسي في وجود الهلال اليوم في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا. بعطيك على سبيل المثال، ولا معلنة ولا متكلم عنها في أي برنامج، هذه أول مرة أتكلم في برنامج جمهورنا. عندما أحضرت ديغا ووكواك الجميع كان ضد هذه الفكرة، الجميع، والجميع يعني في الانتقادات، كيف تحضر مدافعين يلعبون في مكان واحد؟ من سيسجل؟ من سيصنع؟ نحتاج لاعبين في منطقة أخرى. لكن هذه هي الكلمة الوحيدة، وأعتقد أن الآن دورهم رئيسي في وجود الهلال في المباراة. نعم، وهذه الكلمة اللي كنت أقولها للأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس النادي. علينا أن نعمل في إيجاد مدافعين على مستوى عالي حتى نحصل على الشامبيونز ليج، وإحنا قادرين أن نحصل عليه. التغيير لم يكن تغيير كبير، هو نفس الفريق اللي اشتغلت مع السنة اللي فاتت، لكن أخذ منا وقت تقريبا من 7 إلى 10 شهور في تحضير هذا الفريق
اعتقد انها كانت بالنسبه للهلال يعني منعطف كبير. الهلال الان قادر على انه يحقق محمد، الهلال قوي جدا ولكن عندما يفكر فقط داخل الميدان. نقطة أخيرة، الآن ناصر الشمراني ثاني أفضل هداف في تاريخ الشامبيونز ليج في مسماها الجديد، وفارق هدف واحد عن ليوناردو. وأنا شخصيا أعرف أن سامي الجابر كان له دور رئيسي شخصيا في إقناع ناصر بالانضمام إلى نادي الهلال. بدون أدنى شك أنا كانت واحدة من الأشياء اللي فخور جدا بإقناعي إلى ناصر، ولكن ناصر راهنت عليه كثيرا قبل. ناصر من نوعية اللاعبين اللي يحدث الفارق محمد بشكل كبير، حتى في تركيبة أحيانا في لاعبين لا يستطيع تمشي في التركيبة بالنسبة للنادي، لكن ناصر الشمراني أعتقد أنه أيضا كانت عنده الرغبة الكبيرة، وستشاهد ناصر الشمراني في مباراة الإياب اللي هي في مباراة النهائية بشكل أكبر. لقطات متفرقة سامي من مشوارك، فيها هدفك في كأس العالم، فيها المباراة الاعتزال اللي يتمناها أي لاعب بالسيناريو اللي صار فيها، من وجود سير أليكس، من وجود مانشستر يونايتد، من الفوز وجود كريستيانو رونالدو بالفعل. كل هذه الظروف، كل هذا المشوار، كل هذه الأرقام الشخصية على مستوى النادي، على مستوى المنتخب، تمناها أي لاعب في مشواره الاحترافي. تعلقك وأنت تشوف كل هذه المتفرقات البسيطة من مشوارك المليء بالإنجازات. والله محمد الحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا، هذا ما تحقق فضل من الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. لكن كل هذا الشريط اللي يمشي هذا هو اللي يبقى لك في الحياة. يعني هي بس شكلك اليوم أصغر من شكلك في اللقطات، ما شاء الله تبارك الله. مرتاح في الدوحة الحمد لله. إن شاء الله مرتاح يوم ما تكون يا رب. الله يسلمك. مرتاح بوجودي بين أهلي وإخواني شرواك تشرف فيك. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يكون إن شاء الله دائما هذه الراحة تنعكس إيجابيا إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا عموما في كل حلقة من الحلقات ناخذ صورة سيلفي. واليوم إن شاء الله بناخذ صورة سيلفي مع كابتن سامي الجابر، وراح ننزلها استريح. واحنا جالسين نعم انا بنت تعب. طيب انت قلت لي في البدايه يعني لابس ازرق الهلال، شكلك انت المنتخب دورة الخليج. ها المنتخب السعودي يمكن لان البطوله راح تكون في الهلال والقناه شغاله نقلتها، فيمكن يكون لذلك يعني لبست اخضر. والله جت صدفه، لكن تشرف فيك وفي اذا لبست اخضر انا بلبس عنابي في دورة الخليج. ان شاء الله يا كابتن. طيب ناخذ الصوره الان سيلفي مع الكابتن. سامتك على فكره جميلة. بس لازم ترسلها لي. ها معلش ان شاء الله. لا ما هي بحلوه. فاتح مرة ثانية نعيدها؟ نعيدها لو سمحت. طيب ان شاء الله. احنا ترى العاده ما نعيد ولا صوره، لكن استثنائيه الحلقه. ما انا قبل شوي يعني عارف انك على الهواء، يا ويلي منك انا تحت الهواء، لكن 1 2 3 بس بسألك توقعت المقلب هذا؟ لا والله هذا حقيقة فاجأتوني يعني. صراحة. لا لأنك تستاهل. جزاك الله. وحتى الشيء الأخير محمد بقول على هو مباشرة، ليس فقط كمذيع، لا أخلاقيا، على المستوى الشخصي، الاجتماعي، الديني، الثقافي، نحن فخورين بأن تكون متواجد معنا، لأنك أنا بوجهة نظري ليس مجاملة، لكن أبغى أوصل رسالة زي ما الناس تتكلم عني، ممكن سلب ممكن إجابة. أنت واحد من القيادات الرياضية الشابة اللي نفتخر فيها، أتمنى لك دوام الصحة والتوفيق. أنا شكلي بعد هالحلقة على البيت. كابتن سامي أنا وصلت إلى نهاية البرنامج، أترك المجال لك في كلمة أخيرة لجمهور الهلال اللي راح تتواجد معهم في قميص الهلال، أو لمشاهدينك لمحبينك. أولا شكرا لهذا البرنامج اللي أعطاني مساحة أكبر لخاطب جمهور نادي الهلال، حتى أحيانا لما خاطب في تويتر بس الخطاب على الهواء مباشرة أكبر. سأكون واحد من الجماهير محمد، رغم أني طلعت عن خط القناة كانت تود أني أكون مشارك معاكم في الاستوديو، ولكن فضلت أني أكون أكثر كمشجع هلالي سأتواجد بقميص نادي الهلال في المدرجات. حتى عندي الإحساس الكبير أنه لاعبين نادي الهلال، وأنا أرجع وأكرر، لاعبين نادي الهلال لن يخيبوا ظني وظن جميع زملائي اللي هم مشجعين نادي الهلال. سنكون موجودين في الدرة بكل عدتنا وعتادنا، فقط ننتظر منهم، ما انتظر منهم فقط انتظر منهم عطائهم القوي داخل أرض الميدان. تعالوا نشاهد الصورة اللي التقطناها أنا والكابتن سامي، السيلفي الخاص ببرنامج جمهور نت. بس والله هي لا منور يا كابتن، جميل والله أنت اللي مجملها. الله يخليك. طيب نحن وصلنا لنهاية الحلقة، باخذ منك وعد على الهواء إذا تسمح لي. القناة قبلت اعتذارك عن استوديو المباراة النهائية للشامبيونز ليج الآسيوي، لأنك فضلت أنك تكون مشاهد ومشجع بقميص الهلال في المباراة النهائية، وهذا من حقك. لكن إذا فاز الهلال في البطولة إن شاء الله، تعد أنك تأتي بعد المباراة وبعد التتويج إلى استوديو القناة في استاد الملك فهد. أوكي. أشكرك. أنا عندي وعدي. نعم إذا فاز الهلال سأكون موجود، بجي أحتفل أنا وياك، بس الله يعينك على الفرحة ترى. الله يحييك. أبهجم عليكم. ها كابتن سامي الجابر، محلل بي إن سبورتس، المدير الرياضي للنادي العربي القطري، مدرب السابق لنادي الهلال السعودي، نجم كرة القدم السعودية السابق،
أسطورة كرة القدم السعودية، أكثر من سجل للسعودية في كأس العالم، 3 أهداف في 4 مونديالات. سعد جدا باستضافتك كابتن في هذه الحلقة من جمهور نت. نلتقي على خير بإذن الله. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة وعلى المحبة، نلتقي دائما بإذن الله. في أمان الله.